مساء الخير يا جماعة، يا ريت نركز في الكلام والنصايح اللي أنا هقولها النهاردة علشان الكلام مهم قوي ومش محتاج هزار. الحاجات ديت أنا اتعلمتها في وقت طويل جدا. ممنوع منعا باتا إنك تسمح لأي حد يتعدى حدوده مع أولادك، سواء بقى بهزار أو بجد، بقول أو بفعل، ده مش مقبول. وممنوع كمان إنك تسمح لحد اللي هو يناديهم بصفة أو باسم وحش. وممنوع الهزار التقيل الوحش ده اللي هو السمج، اللي هو انت طالع وحش لمين وليه مش حلو زي اختك ولا اخوك. وممنوع كمان اللي هو يعلق على جسمه يقول له انت طالع تخين لمين، مثلا مالك مش قادر تجري ليه، انت تخين كده ليه. علشان الكلام السلبي ده بيأثر على الطفل وبيفضل في مخه وبيصدقه. وأثر علاج كلمة وحشة بياخد وقت طويل قوي، ولازما قدامها 100 كلمة حلوة عشان تأثر عليها وعلشان تحوش أثر الكلمة الوحشة دي. وأخيرا ممنوع المقارنات بأي طفل تاني حتى لو كان أخوه، علشان كل طفل ليه سمات لشخصيته بتختلف عن أي طفل تاني. المقارنات ديت أول حاجة بتدمر الشخصية، ويا ريت كل واحد يخليه في حاله، عشان كده قلة ذوق. بمنتهى البساطة امنعوا التنمر على أولادكم، وكده هيحسوا إن انتوا سند ليهم والثقة هتزيد. والكل هيعمل حساب وهيفكر 100 مرة قبل ما يقول كلمة على أولادك، وساعتها أولادك بجد هيكونوا أحسن والثقة هتزيد عندهم. معلش في الآخر كده أنا عايز أقولك على حاجة، علم أولادك إنهم أحرار ليهم قرار وهم اللي هيتحملوا مسؤوليته. يعني من الآخر ما يبقاش تابع لحد، هو اللي يبقى قائد مش تابع لحد. كفاية كده، يلا سلام.